ازاي بيفكر الشخص الانتهازي؟ ركز عشان ممكن تطلع الشخص ده. اكشن. ازيك؟ كله بونو بونو. كوكب دماغستان كان في نوع غريب من السكان، لما تكون قوي بيقرب منك، لما تقع يختفي، لما تنجح يبارك لك، ولما تحتاجه يعمل نفسه مشغول. الناس كانت فاكره انه شخص ذكي، بس الحقيقه هو كان شخص انتهازي. الشخص الانتهازي مش بيفكر زيك. انت ممكن تساعد حد عشان انت بتحبه، هو بقى هيساعدك عشان هو محتاجك. انت بتسال مين الشخص ده، هو بيسال هستفيد منه ايه. انت بتبني علاقات، هو بيجمع فرص. انت بتشوف البشر، هو بيشوف ادوات. تخيل انك فتحت مشروع، فجاه تلاقي شخص بيكلمك كل يوم، يشجعك، يقرب منك، يعرض عليك انه يساعدك، بس اول ما المشروع يقع يختفي اكنه ما كانش موجود قبل كده. ولما المشروع ينجح مره ثانيه يرجع بنفس الابتسامه، لانه زرار التشغيل والايقاف عنده مربوط بمصلحته. بس استنى، المشكله مش ان الشخص الانتهازي بيستغلك، المشكله الحقيقيه انه بيخليك انت بنفسك تبرر افعاله. بتقول اكيد مشغول، اكيد ظروفه، اكيد انا فاهم غلط، مع ان الاشارات كانت واضحه من البدايه. عايز تعرف بقى الشخص الانتهازي؟ ما تبصش على كلامه وقت المكاسب، بص على افعاله وقت الخسائر، وقت ما تكون ضعيف، وقت ما تحتاج دعم، وقت ما بقاش فيه مصلحه واضحه. هنا بس بتظهر الحقيقه. قول لي بقى، هل قابلت حد زي كده قبل كده، ولا انت اصلا الشخص ده وبس كده؟